انتظر به أخوات منيب إلا من سوابغ فضل الله هذا الحبيب. قال سرور وتوالى بحبيب عمن لنا من والى جل من شرف الوجود بنور ومر الكون مجدا وجمال. الله يحسن على وتناهى بمجده وتعالى تعظم العيون إذ جلته بشرا كاملا يطيع الطلال وهو من فوق علمها وضرب رفعة بشؤونه وكمالا وسبحان الذي أفرز لمن عظمة الامتنان ما يعجز من نصب اللسان ويعرف في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله الكريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤيد بها الإنسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعاء تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوع على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله صلى الله لقد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في جنة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وجب التحية وأوسعها على العبد الذي وفى بحق العبودية وورد فيها في خلال الكمال وقام بحق الربوبية في موت الختمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح صل عليه به صلاة يتصل بها روح صل عليه به صلاة يتصل بها روح صل عليه به ينبسط في خلقه نور سر تعلقه به وحبه ويطلق بها بعناية الله في حجبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال السرى في العسل بوده وحبه ما ترى الأقوام بنسبة اللهم سيدنا اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص بالبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة البارعة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت قيدة التصوير في العالم المطلق الكبير الجمال مشهود في العين حاول وصف الكمال المطلق والوصف التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الدقمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو الكمال التام الذي يتنقل في خروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد بدت الأقدار الأزلية بما قدت وظهرت من سر هذا النور ما أظهر وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة
وإن كانت الألسن لا تأتي بمشرك عشاء أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وبالله فأنه تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزكي إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في قوله من الفضل الذي عم العالمين وبقيت آيته في القوم منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا ينتشر إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروي ذلك